في النادي الاهلي يطلبوا يعملوا معايشه. ما يعملوا يعني والله يطلبوا يعملوا معايشه، والمستشار مرتضى منصور بيرحب يعني وقال مد ايده. يعني ممكن اداره النادي الاهلي تطلب ان هي تعمل معايشه عند نادي الزمالك. ايه ده؟ ما تيجي نشوف. مبروك يا عم سيف على التجديد، ومبروك على الشبكه الهديه كمان. وانا عارف كمان هو كلم مين امبارح عشان موضوع الشبكه. هتبقى حاجه محترمه وحاجه تليق بيك كنجم من نجوم نادي الزمالك وابن من ابناء نادي الزمالك. اللي عايز بس اكد عليه هي دي رساله الاطمئنان لجماهير نادي الزمالك، والتاكيد على ان لما يبقى عندك رئيس نادي قوي يقدر يجيب لك حقوقك وانت قاعد زي الباشا بتتفرج على الاراجوزات او بتتفرج على مروجي الشائعات واللي بيفكروا نفسهم انهم عندهم معلومات. انا كنت لسه بقول ده القلم السابع، يمكن تواصلت قبل الحلقه مع المستشار مرتضى منصور، والقلم الثامن في الطريق. البيه هو ماشي، الظرف فيه العقود خدهم ومشي. تمن واحده والنبي يا ري. النهارده لعدم نزول اللعيبه للتدريب، فبيجي برضو المنافس او مشجعين المنافسين يقول لك يا عم ما تتكلم يا عم على اللعيبه اللي ما رضتش تنزل التدريب. ايه يا عم؟ وكأن عدم نزول التدريب اللعيبه اولا اتمرنت الصبح في صاله الجمباز، واللعيبه اكيد بتستفسر عن تاخر فلوسها، لان اللعيبه فعلا فلوسها متاخره.